يا أهلا بكل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على طول. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الأول وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة في جبال طبقال، وبنشوف واحد اسمه طارق بن حميد وهو مربوط وبيتعذب، والشخص اللي بيعذبه بيتهمه بالخيانة وإنه بلغ عنهم البوليس وبيقول له إن رجالته شافته في السفارة، لكن طارق بينكر كل ده وبيقول له إنه ما بلغش البوليس بحاجة، وساعتها بيؤمر الراجل ده رجالته إنهم يقتلوا طارق. وبنروح بعد كده لاسبانيا وبنشوف ادواردو وهو واقف قدام واحد من السجون ومستني خروج اجور اللي كان مسجون بقاله 3 شهور، وبيعرفوا ادواردو على فينيسيا ودي عضوه جديده معاهم في الفريق. وبعد كده بياخدوا وبيروح على بيت الفونسو كاسترافيدو وهو زعيم العصابه بتاعهم، ولما بيدخلوا بيفرح الفونسو ان ايجور خرج بالسلامه وبيعتذر له انه اتاخر عليه 3 شهور بحالهم، وبيقول له ان النائب العام ما كانش راضي يخرجك بكل الطرق لحد ما دبرنا له فضيحه مع واحده من البنات بتوعنا وسومناها بيه وقدرنا اننا نخرجك، وبيطلب من ايجور ان هو يروح ويرتاح دلوقتي وهيتكلموا في الشغل بعدين. وفعلا بيدخل ايجور البيت عشان يرتاح وبيقابل سعيد وده فرد من العصابه، وبرضه بيبان ان ايجور مش بيحب سعيد خالص، وبعدها بيطلع على الاوضه، وبعد شويه بيخرج كل افراد العصابه وبيروح على واحد من الشواطئ وبيستلموا هناك كميه كبيره من المواد المخدره وبيمشوا. ومن الناحيه الثانيه بنشوف في فرنسا الضابط ريتشارد وهو رايح في مستشفى في باريس بعد ما جاله بلاغ بقتل 2 مراهقين وهم علي بن حميد وجيرون بانيل، وبنعرف من الدكتور ان طريقه قتل علي بالتحديد صعبه جدا وخصوصا ان عمره 13 سنه، فكده يبقى شكل القتل كان بدافع الانتقام. وفي مدينه تانية اسمها تولوز في فرنسا برضه بنشوف الشرطيه ساره اللي شغاله في قسم المخدرات وهي جاي ليها استدعاء من مديرها السيد برات بسبب حادثه حصلت على الطريق لواحد كان سايق عربيته ومعاه مواد مخدره، وبتكون ساره معتمده في طريقه شغلها على تجنيد رجال العصابات واللي من ضمنهم ايجور، واللي بيجي لها رساله منه ان العصابه هتنقل كميه كبيره من المواد المخدره من اسبانيا لفرنسا على جزئين، جزء هيروح باريس وجزء هيروح تولوز. ولما بيعرف كده السيد برات بيقول لساره انها لازم تنسق مع الرئيس مولانز في التحقيقات الجنائيه، وفعلا بتروح ساره على هناك وبيكون معاها في العربيه بوب النائب بتاعها وبينسقوا مع بعض في كل حاجه، وبتقول له ان ناقص بس معلومه بسيطه وهيعرفوا خط سر العصابه كلها. وفعلا تاني يوم بيحط ايجور جهاز تتبع في عربيه ادوارد قبل ما تتحرك، وبيقف الفونسو زعيم العصابه وبيتكلم معاهم كلهم وبيقول لهم ان الكميه اللي معاهم كبيره ولازم يخلوا بالهم، وبيعرفوا ان ادوارد هو المسؤول عن العمليه، وبعدها بيتحركوا وبتكون ساره دلوقتي معاها خط سر العربيات كلها وبتتحرك هي واللي معاها. وبنروح للشرطي ريتشارد واللي بيكون عارف بجريمه قتل تانية حصلت للسيده بن حميد، وبكده بيكون القاتل خلص على عائله طارق بن حميد كلها. ولما بيحقق في الموضوع هو ومساعدينه بيعرفوا ان الكاميرات صورت شخصين راجل وست كانوا معاهم قبل الحادثه على طول، وبعد ما قتلوها رموا جثتها في النهر، لكن بيكونوا مش عارفين مين اللي عمل كده. وفي الوقت ده بيعرفوا ان العربيه اللي كانوا الاثنين القتله دول راكبينها ظهرت، لكن لما بيروحوا يشوفوها بتكون العربيه محروقه ومختفيه كل ملامحها، وبيحققوا وبيعرفوا ان في واحده من الجيران بتصور كل حاجه وانها صورت الاثنين اللي حرقوا العربيه وهتديهم الصور، لكن المشكله ان الصور لسه في التحميل. بس بتعرف مساعده ريتشارد انها شافت معاهم كريس رينجر وده اكبر تاجر مخدرات في الحي، وبتشوف كريس وهو بيتكلم مع ادوارد وبيعرفوا ان في 2 شرطه موجودين في المكان، ولكن ادوارد بيتضايق وبيقول له ما تتصلش بيا تاني لاسباب تافهه زي دي. وفي الوقت ده بيكون سعيد راكب العربيه بتاعته مع بنت اسمها ليلى، وبيكون باين ان ليلى دي شاربه ومش في حالتها، وبتبدا انها ترجع في العربيه، وساعتها بيقف سعيد عشان يطمن عليها، لكن بيتفاجئ بعربيات شرطه حواليه وطالبين منه يشوف الرخص وبيفتشوا العربيه، وطبعا العربيه فيها سلاح ومواد مخدره، فبيقول لهم سعيد انه هيجيب الرخص من جوه العربيه، وبيطلع مسدسه وبيضرب نار عليهم، وبيكون هم 3 وهو لوحده، ولكن بيوصل ادوارد في الوقت المناسب وبيقتل رجاله الشرطه وبيساعد سعيد، ولكن في وسط ضرب النار دي جت رصاصه في ليلى وماتت، وادوارد بيقول لسعيد انها لازم نتخلص من الجثه بتاعتها ونسيبها هنا ونكمل طريقنا عادي. وبعد شويه الخبر بيوصل لساره وبوب وبيتحركوا على مكان الحادثه بسرعه، وبيلاقي جثث لل3 ضباط شرطه وجثه ليلى، وبيعرفوا ان العصابه عدت من هنا، وبيحاولوا ان هم يرفعوا البصمات والحمض النووي واي حاجه ممكن تساعدهم. وفي الوقت ده بتكون العصابه في طريق اسمه سانت سيسيليا وبيكون في تلج وعاصفه، فبيضطروا ان هم ما يكملوش الطريق وبيدوروا على مكان يباتوا فيه لتاني يوم، وفعلا بيلاقوا بيت لراجل بسيط عايش مع مراته وابنه، وبيدخلوا يقضوا الليله عنده بعد ما هددوا ان هم ممكن يدخلوا بالقوه ويقتلوهم كمان، وطبعا الراجل وافق ان هم يدخلوا عادي. وبعد شويه بيجي تليفون لادوارد من الفونسو وبيقول له ان مكان التسليم اتغير وبعت له التفاصيل في رساله، وبيطلب منه في نهايه المهمه ان هو يقتل سعيد. ولما بيخلص ادوارد المكالمه بيلاحظ ان الراجل صاحب البيت اللي قاعدين فيه خارج ومعاه كشاف وبيدور في عربيات العصابه عشان يحاول يجمع عنهم اي معلومه، وطبعا الحركه دي مش بتعجبه وبيقتله وبيدخل بعدها للبيت، وبيأمر ايجور ان هو ياخد الام وابنها للقبو ويقتلهم هناك. ومن الناحيه الثانيه بنشوف الضابط ريتشارد وهو لسه واصل تولوز وبتستقبله ساره وبتعرفه بنفسها وبوب النائب بتاعها، وبتقول له انهم الفتره الجايه هيشتغلوا مع بعض، وده بعد ما عرفوا ان جرائم القتل اللي بيحقق فيها ريتشارد وجريمه المخدرات اللي بيتحقق فيها ساره الاثنين مرتبطين بنفس العصابه، وعشان كده رؤسائهم شافوا ان هم لازم يشتغلوا مع بعض احسن. وتاني يوم بيبعت الفونسو لادوارد التفاصيل زي ما قال له، وبيعرفوا ان التسليم في قلعه كاركوشونا الساعه 8 الصبح، وعلى طول بيتحركوا كلهم. وفي الطريق بيقف ايجور وبيقول لهم انه بيدور على حمام وثواني وراجع، واللي كانوا بيقف على جنبه وبيتصل بساره وبيعرفها الميعاد والمكان بالظبط، وبيرجع تاني للعصابه وساره بتبلغ كل القوات وبتقول لهم انهم لازم يكونوا موجودين قبل الميعاد التسليم ويقبضوا عليهم متلبسين. وفعلا بعد شويه بتوصل ساره واللي معاها في الميعاد مظبوط وبتشوف الشخص اللي بيستلم منهم،
ولكن المشكله بتكون في حافله مدرسيه جايه رحله لنفس القلعه اللي عندها التسليم، فبتقول لهم ساره ان العصابه قررت انها تسلم الصبح في الوقت اللي جايه فيه رحله مدرسه عشان ما حدش يشك فيهم، واجبرونا دلوقتي اننا مش هنعرف نضرب نار بسبب الاطفال، ولكنهم بيستنوا لما التسليم بيخلص، والعربيات بتتحرك وبتتحرك الشرطه وراهم، وساعتها بتحصل مطارده بين الشرطه وبين العصابه، وبتقدر الشرطه انها توقف العربيات وتقبض عليهم، وبتقبض كمان على اللي استلم منهم وهو السيد نيرو بلاجنتي. وبنشوف ان اللي قدر يهرب من المطارده دي هم سعيد ومعاه ايجور وواحد اسمه دالاس، وبيجي تليفون لسعيد من كريس وبيقول له ان اكيد في خاين في وسطكم، وبيساله مين اللي هرب معاك، فبيقول له سعيد ان اللي معايا دالاس وايجور وهو هيتصرف معاهم، وبيرفع سعيد مسدسه في وش الاثنين وبيسالهم مين فيكم اللي خاين، وطبعا الاثنين بينكروا وبيقولوا ان مفيش حد فيهم خاين وما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده، ولكن سعيد بيضرب دالاس بالنار وبيقول له انا كنت متاكد ان انت اللي خاين. وبعدها بتدخل ساره عشان تحقق مع ادوارد، لكنه بيكون شخص مغرور وبيفضل يهدد فيها وانه لما يخرج من هنا هينتقم منها، وهي بتقول له انت كده كده مش هتخرج من هنا، ولكنه بيكون مصمم انه خارج، وبيقول لها ان لو عندك اي كلام ممكن تقولي للمحامي بتاعي لكن انا مش هتكلم. ومن ناحيه ثانيه بيكون ريتشارد بيحقق مع واحد من اللي اتمسكوا في العصابه واسمه ولي، وبيحاول يأثر عليه وبيقول له انت كنت بطل في سباق السيارات وايه اللي وصلك لكده، وبيطلب منه ان هو يساعده باي معلومه، لكن ولي بيقول له ان عنده بنت عندها 10 سنين ولو اتكلم البنت دي هتموت وهو اكيد مش هيعمل كده، لكنه هيقول له على حاجه ممكن تساعده. وبيعرفوا ان ليلى هي اللي متورطه في جريمه القتل بتاعه عيله ابن حميد، والشاب التاني صاحب ابنه علي، وانه كان معاه شاب اسمه وهيب لكنه ما يعرفش اكتر من كده. وبعدها ريتشارد بيخرج من عنده بيلاقي ساره بتتكلم مع السيد نينو بلاجنتي، بس نينو كان بيهددها انه هيخرج من هنا وبيقول لها ان احسن ليك ان انت تقفلي ابواب شقتك وما تظهريش خالص عشان هقتلك، لكن ريتشارد بيتدخل وبيضربه وبيتخانق معاه. وبعدها بنعرف انه طلع امر انهم يجيبوا الفونسو رئيس العصابه، وفعلا بيروح فريق قوات خاصه عشان يقتحموا بيته ويجيبوه، وبيقدروا يقتحموا البيت وبيوصلوا للمكان اللي فيه الفونسو، لكن الفونسو بيعمل نفسه ان هو استسلم، ولما بيقرب منه 2 عساكر بيطلع سكينه وبيقدر ان هو يقتلهم ويهرب. وبعدها بنشوف فرانك المساعد بتاع ريتشارد وهو بيتكلم مع صديقه شرطيه اسمها سالي، وبيقول لها انه ما لقوش الفونسو، لكنه مستبعد فكره ان هو هرب لما عرف ان هم جايين، وده بسبب ان هم لقوا 20 مليون يورو في القبو، واكيد لو هيهرب كان هياخد الفلوس دي معاه، ومعنى كده انه لسه موجود هنا لكنه مستخبي. وفي الوقت ده بيظهر جندي من القوات الخاصه وبيكون مغمى وشه ومحدش عارف هو مين، وبينادي عليه فرانك انه يقف مكانه لكنه ما بيسمعش الكلام، وبيكرر فرانك اكتر من مره لحد ما بيضطر ان هو يحط السلاح في وشه، وبتحاوط الشرطه من كل اتجاه، فبيضطر ان هو يشيل الماسك من وشه وبيطلع هو الفونسو. وبنعرف انه قتل الجنود واخد لبس واحد منهم لكنه ما بيرضاش يسلم نفسه وبيحاول يضرب بالسلاح اللي معاه، فبتضطر الشرطه انها تتعامل معاه وبتقتله. وبنشوف ساره وبرات وريتشارد وهما بينقلوا باقي افراد العصابه، بس بيكون في ازدحام مروري بسبب حادثه، وساعتها العربيات بتقف، لكن العصابه بتقدر تستغل الزحمه دي وبتتحرك فينيسيا وبتضرب واحد من الضباط وبتاخد منه المسدس بتاعه، وعلى طول بيتحرك ادوارد هو كمان وبياخد المسدس من الضابط التاني، وبيقدروا يضربوا نار على الشرطه. وساره بتنزل من العربيه وبتقتل فينيسيا لكنها ما بتلحقش ادوارد لانه بيجري في الاتجاه التاني وبيهرب. وشويه بتروح ساره وريتشارد المستشفى عشان تعرف من برات اخر الاخبار، وبيعرفوا ان نينو لسه معاهم وان ادوارد بس هو اللي هرب. وبعد شويه بيرجعوا كلهم على المكتب عشان يكملوا تحقيق هناك، وبتعرف ساره ان زوجة الراجل اللي كان مستضيف العصابه ببيته جايه هي وابنها عشان تشهد في القضيه، وبتقول ساره انهم لازم يستخبوا بسرعه عشان لو حد من العصابه عرف ان هم عايشين هيعرفوا ان ايجور خاين، لان ادوارد امره ان هو يقتلهم في القبر وهو ما نفذش الامر ده. بس للاسف بيكون ادوارد قاعد بيتفرج على التلفزيون في المكان اللي هو هرب فيه، وبيشوف تقرير عن القضيه وبيشوف الست وابنها نازلين من العربيه، وبيعرف ان هما ما ماتوش، وبيقولوا ان اكيد ايجور هو الخاين اللي في وسطهم، وبيتحرك بعدها عشان يوصل باريس ويقابل باقي افراد العصابه. وفي الوقت ده بيكون ريتشارد رجع باريس هو كمان ومعاه ساره، وبيعرفوا ان الست اللي كانت بتصور الحادثه بتاعه حرق العربيه شافت دلوقتي كريس رينجر وهو راكب الموتوسيكل ورا حد، واكيد الشخص ده من العصابه اللي بيدوروا عليها، وبتقول لهم انها اخذت رقم الموتوسيكل. وساعتها ساره بتقول انهم لازم يعملوا نشره بمواصفات الموتوسيكل ده وينشروها في كل حته لان ده هو الخيط اللي هيوصلهم للعصابه. ومن الناحيه الثانيه بيكون سعيد وصل لمقر العصابه بباريس ومع ايجور، وبعد شويه بيوصل ادوارد، واول ما بيشوف ايجور بيقرر ينتقم منه ويضربه، وبيأمر باقي الرجاله ان هم يحطوه في القبر. وبعد كده بيروح على سعيد وبيفتكر كلام الفونسو لما قال له اقتل سعيد بعد العمليه، وفعلا بينفذ كلامه وبيقتله. بعد كده بنشوف دوريه شرطه بتعدي في الشارع وبالصدفه بتشوف الموتوسيكل وبيمسكوا النشره اللي في ايديهم وبيقارنوها بالمواصفات الموتوسيكل ده، وبيلاقي ان هو ده فعلا اللي بيدوروا عليه، وساعتها بيبلغوا اسم الشرطه، والاسم بيبلغ ريتشارد على طول، وبيتحركوا كل قوات الشرطه على المكان ده وبيقدروا يقتحموه، وبيحصل تبادل اطلاق نار، ولكن الشرطه بتنجح انها تسيطر على المكان وتقتل افراد كتيره منهم. بس المشكله ان ساره بتروح للقبر وبتشوف ايجور وهو متعذب ومش بيتكلم، وساعتها بيكون ادوارد اتقبض عليه وبيعرفها انه قطع لسانه عشان ما يعرفش ينقل الاخبار لحد تاني، فبتتعصب ساره وبتطلع المسدس بتاعها وبتحطه في وش ادوارد، لكن فرانك بيمنعها وبيقول لها ما تعمليش كده لان دي حاجه ممكن تضرك عشان انت من وحده مكافحه المخدرات، لكن انا من وحده مكافحه الجرائم، يعني لو قتلته عادي. وفعلا بيطلع مسدسه وبيقتله. وبعدها بنشوف فرانك وساره وهم قاعدين مع وهيب اللي كان شريك ليلى في جريمه القتل اللي عملوها، وبيعترف وهيب بكل حاجه، وبيحكي لهم ان عيلته وعيله ليلى كانوا اكبر عيلتين لتجاره المخدرات وكان في مشاكل ما بينهم،
لحد ما قرروا يتحدوا ووهيب يتجوز ليلى عشان يبقوا يندمجوا مع بعض، لحد ما جاله تليفون من ابوه وقال له ان في واحد من فريق بتاعنا خاننا ولازم نتخلص منه ومن عيلته كلها. والشخص اللي يقصده ده كان طارق ابن حميد، وكان دور وهيب ان هو يتخلص من علي ابن طارق ومن مراته عشان يبقى خلص على العيله كلها ودفعوا ثمن الخيانه دي. وبيعرفوا من قتل جيروم صديق علي كان بالغلط لما كانت ليلى شاربه ومش في وعيها وقتلته لانه كان مع علي. بس المفاجاه ان ساره بتقول له انها عرفت من التحريات ان طارق ابن حميد كان رايح السفاره فعلا، بس مش علشان يبلغ عن العصابه ولكن عشان يسال عن اجراءات علاج ابنه المريض، وما كانش في نيته اي حاجه خاصه بالغدر او انه يبلغ عن وهيب وعيلته. وبتقول له ان كده مات بسبب وجوده في الوقت الغلط مع وجود الشاهد الغلط اللي شافه وراح يبلغ عنه. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.